صباح الفل. انا مش عارفه انتوا شايفين الحته اللي ورايا اللي فيها المدخل ولا لا، بس ده المكان اللي احنا لقينا فيه الممر اللي احنا لقيناه من كام يوم ده. كل الحاجات يعني المثلث اللي احنا شايفينه ده من ايام البنى الاصلي، يعني ده مش حاجه زودوها بعدين. فالمكان ده المدخل الاساسي. لو بصيتوا كده على الحجاره اللي حوالين المثلث اللي معمول ده، تلاقوا فيه حجاره مايله ناحيه اليمين وحجاره مايله ناحيه الشمال. وده التكنيك الاساسي اللي زمان استخدموه المصريين القدماء، ان هم بيستخدموا زوايا الميل بشكل معين، وده بيؤدي في النهايه لشكل معين للحجر. يعني عمرهم ما كانوا بيحطوا احجار مستطيله بالظبط، اللي هو المستطيل ده من تحت يبقى الضلع اصغر، من فوق يبقى الضلع اصغر، يبقى فيه ميل شويه في زاويه القطع. ده بيعتمد على الحجر ده يتحط فين، والحجر اللي جنبه بيبقى زيه بالظبط. يعني لو هو مايل شويه ناحيه اليمين، فاللي جنبه بيبقى مايل شمال، بحيث الاتنين يتحطوا جنب بعض ويجيبوا في الاخر نفس الخط. هوريكم التكنيك اللي معمول برضو في الحته اللي حوالين الهرم، اللي هو نفس التكنيك اللي استخدموه في كل حته. بصوا دي الحجارة اللي معمولة في الحتة اللي حوالين الهرم اللي هي تحت المدخل. بصوا شكل الحجارة، كل حجر هتلاقوا ليه شكل معين، وكل حجر ليه مكان. يعني بصوا الحجر ده اكبر حجر فيهم. لو بصيتوا على الحجر اللي انا واقفة عليه اصغر منه. الحجر اللي جنبه مدي على مربع شوية، اللي جنبه ده مستطيل اصغر، اللي جنبه ده حاجة كده شبه المربع والمستطيل بس اكبر منهم شوية. وطول ما احنا ماشيين كده هنلاقي كل حجر ليه شكل وليه مكان بتاعه. ده التكنيك اللي اعتمدوا عليه زمان المصريين القدماء في انهم يعملوا اي حاجة، انهم يبنوا ارضية ثابتة من كذا طبق فوق بعض، ان هم يبنوا مبنى زي الهرم ده يفضل عايش معرفش كام الف سنة. يعني احنا مش متأكدين من حتى التواريخ دلوقتي. والمكان ده اللي هم بنقول عليه ان ده المدخل الرئيسي، ده المكان اللي لقوا وراه الكوريدور اللي هو نفس الشكل المثلث ده، بيسموه مخبي. فهو الكوريدور اللي هم لقوه بيقولوا 5 متر طوله بنفس الشكل ده. بس متخيلين الكوريدور وشفتوه في الصور شكله عامل ازاي؟ ده ما قدرناش ندخل، يعني مفيش بني ادم قدر يخش يصور، لانه زي ما بقول لكم الباب مقفول بطريقه معقده جدا. عشان نفتح الباب هنضطر نكسر اكتر من اللي متكسر ده، وهنكسر الحته المثلثه. وارد جدا ان ده ياثر على الاستابيليتي بتاع المبنى كله، فمحدش بيرسك ان هو يكسر كل ده عشان يخش من الاكسس ده. فبالتالي دخلوا كاميرا جوه المنطقه دي، عملوا فتحه صغيره دخلوا منها الكاميرا، والكاميرا دي هي اللي صورت الكوريدور اللي احنا لقيناه. الكوريدور ده من جوه لو دخلنا هنلاقيه مقفول بطريقه معقده جدا، ومحطوط كام حجر جرانيت ورا بعض مقفول بيهم الباب او المدخل الرئيسي، عشان الحجاره دي ما تطلعش بره وتنطر. فهم عاملين الجزء اللي من بره شبه المثلث ده كسبورت للحته اللي جوه، عشان الحجاره ما تفلقش وتطلع من بره. وبعد ما خلصوا الحته دي مالوا كل ده حجاره زي ما احنا شايفين متكسره كده، وما كانش فيه اي انديكيشن ان احنا عندنا المدخل في الحته دي. يعني تخيلوا مبنى الهرم ده كان كله زي بعضه، وشه زي ظهره، ما كانش فيه وش ولا ظهر. والحته دي اللي احنا موجودين عندها دلوقتي هي دي الحته الوحيده تقريبا اللي باقيه من الكساء اللي كان بره. بصوا في حتت فيها هتلاقوا طبعا كونكريت كده في النص زي الحتت دي، ده ترميم، بس هي دي الحجارة الأساسية. بصوا قد ايه، يعني مش هيبان قوي في الكاميرا بس تقريبا بتاع مثلا 2 متر، 2 متر من كل جنب. ده الجزء اللي احنا فقدناه من الكساء الخارجي. اوريها لكم هنا برضو. ده تقريبا الجزء اللي فقدناه من كل الكساء، يعني حوالي 2 متر من جسم الهرم. وكالعادة هتفضل أي حاجة ليها علاقة بالأهرامات وليها علاقة بالحضارة المصرية القديمة عرضة لأي نظرية، وعرضة لأي حاجة نكتشفها جديد تغير كل النظريات القديمة. خليكم معانا، ومع أي اكتشافات جديدة هنوافيكم بالجديد بتاع أي حاجة ليها علاقة بالحضارة المصرية.